وفين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم عندنا واحد القصه شويه في شكل بزاف صراحه. مولاها كيقول راها صحيحه. بطبيعه الحال من ريديت نسمعوها كاملين ونحلوا مع بعضياتنا. وبلا ما نطول عليكم يلا نتلف. شفت شي حاجه على القمر وهما دابا هنا باش يشدوني. انا عارف شنو شفت، انا ماشي مسطي ولا كنحاول نحط نظريات ديال المؤامره على ود البوز ولا شي حاجه، ولكن انا راه عالم فلك وعندي القدره نوصل لمعدات تدعم ليا هادشي اللي كنقول، وعندي سنين من الخبره في هذا المجال وما عمرني شفت شي حاجه بحال هادي. كنشوفها في القمر ديما كتريحني، هذيك الكتله الطائره الكبيره اللي تفرقات على الكوكب ديالنا قبل 4.5 مليار سنه. ما غنقولش باللي هي خدمه صعيبه، ولكن كتطلب بزاف د الحوايج. ولكن كانت غير شوفها في الفضاء كانت ديما كتهدني تقريبا. هو واحد التذكير صغير بغيت نقوله لكم، شوفوا شحال الحجم ديال مشاكلنا صغير مقارنه مع الكون. ولكن انا نادم حيت شفت في القمر هذاك النهار. فاش شفت هذاك الشيء لاول مره كنت بوحدي من ورا ساعات باش سد المرصد. فاش شفت فيه كنت متاكد باللي هو غير نوع من الاقمار الصناعيه، مدار منخفض اولا غير غبره على العدسه ديال التلسكوب. واخا راه الاحتمال الثاني بعيد بزاف. بعدت من العدسه وحكيت عيني ليكون داكشي اللي شفت غير من الخيال ديالي. وبطبيعه الحال فاش شفت مره اخرى ما كانش من الخيال. شفت بحال شي سحاب كبير مكون من الغبره كيتهز بشويه من السطح ديال القمر، وبحال تابع شي حد. يعني كان كيبان بحال شي واحد كيجري على السطح ديال القمر بواحد السرعه مستحيله، وديك الغبره كتبعو بكثرة ما هو كيجري بالزربه. حسيت بالتبوريشه في لحمي. خدا الامر تقريبا 20 دقيقه صافي باش ولات بحال الحلقه من الغبره دايره على القمر كامل. باش نوضح لكم، الا شي حاجه بسطح جرات بهذيك السرعه كان خاصو يتلاح للفضاء بسبب القوه ديال الطرد المركزي، ولكن ما طراش هذا الشيء. ما كانش غير كيجري، ولكن كان كيتحدى الجاذبيه. كان مثبت على السطح بشي حاجه من غير الوزن، شي حاجه ما قادرش نفسرها. خوت انا عرفتكم ما فهمتوش الطرد المركزي، انا ما فهمتوش وقلبت عليه. وبطبيعه الحال ماشي سولت شات جي بي تي. هذا الطرد المركزي كيفاش كيخدم؟ الا خدينا وعاء ودرنا فيه شي خليط معين كما كان ودورناه بالزربه، كتولي واحد القوه كتدفع المكونات بعيد على المركز الدوران. يعني الجزيئات اللي كبار او اللي تقال كتدفع بقوه كبيره لبرا. وهاد العمليه كيخدموها بحال مثلا باش يفرقوا ما بين القشده والحليب، اولا فاش كنبغيو نشفوا الحوايج كدور الماكينه ديال الصابون بالزربه باش الماء كيتلاح لبرا. كون ما قالوش لي هذا المثال تاع ماكينه الصابون ما كنتش غنفهم. المهم نكملوا. وبسبب الغلاف الجوي ديال الارض كيبان النظر من تلسكوب بحال كتشوف من الماء مغلي. ولكن انا كيفاش قدرت نشوف داكشي اللي طرا بوضوح؟ هادشي خلاني نرجع للور وطاحت فوق من الكرسي اللي كان ورايا. شنو ما كان داكشي راه كان كيلغي التشوه الجوي. انا ما كنامنش بالاشباح وما كنخافش بالزربه، ولكن فاش سمعت دقان في الباب ما نكذبش عليكم كان قلبي غيوقف. واش باقي تما؟ سولني صاحبي اللي خدام معايا، ما غنقدرش نقول لكم سميتو على الخصوصيه. تهدنت فاش شفت انسان اخر معايا، شديته من يدو ودفعته جهه التلسكوب. شوف هادشي انا راه ما مطيقش عيني. قال لي صافي تهدن، انا تقطعت هدرته. غوت وقال شنو هادشي وهو كيزومي. قلت ليه ما عرفتش. قال لي واش تصاطح مع شي كواكب؟ شرحت ليه شنو طرا باختصار وما صيقنيش ومشى لجهه السبوره البيضاء. عارف بلي كلشي كيولي ساهل فاش كيتحول لصيغه رقميه، ولكن كاينه شي حاجه كلاسيكيه في الكتب على الوراق اولا في السبورات ما نقدرش نتخلى عليها. بدا كيكتب وكيشرح باش تدور على القمر في 20 دقيقه، يعني هادشي كيتحرك بسرعه ديال 9 كيلومترات في الثانيه. واي حاجه كتزيد السرعه ديالها على 2.3 كيلومتر في الثانيه راه كافيه باش تخلي هادشي ينطلق في الفضاء بحال المنجنيق. اول قصه نحس براسي فيها مكلخه صراحه. المهم المنجنيق هو آلة حربيه قديمه كتعتمد في خدمتها على مبادئ تاع الفيزيك، يعني كتخزن طاقه ميكانيكيه وكتحررها فجاه باش تعطي داكشي اللي غيتقذف سرعه هائله. ما علينا ما تركزوش بزاف في هادشي، نكملوا. قلت لي عارف هادشي ميمكنش، ولكن شنو غيكون؟ قال لي اسمعني الوقت فات، يلا نرجعوا للدار وندويو فهادشي غدا. انا غنوصلك. كنت باغي نبقى هنا ونفهم اكثر، ولكن كنت محتاج للراحه حتى هي. في الطريق للدار بقينا كندويو وكنتلفوا وضحكنا على شي حوايج تافهه. كنت محتاج لهذا الشيء باش نتهدن شويه. وصلنا قبل ما نهبط طلبني باش نعس ونخلي هادشي حتى من بعد حيت عارفني كي داير. دخلت للدار لاحت السوارت فوق الفوتاي وانا كنغسل يدي. طاحت في بالي واحد الفكره. هذيك الحلقه ديال الغبره كانت كافيه باش تسبب في خسوف قمري. خاص يبان القمر دابا بحال كوكب زحل بالعين المجرده. جريت جهه الشرجم
حليت الخاميه كان القمر طبيعي. سديت الخاميه وانا ما متيقش. قررت باش نكتب تقرير للمدير ديالي. هو راجل من الطراز القديم، داكشي علاش كان كيبغيني نكتب تقارير على الورقه. كتبته وصفت فيه كاع داكشي اللي شفت وباللي هادشي منطقيا ميمكنش. جلست وبديت كنتكسل وبقيت كندور في راسي 90 درجه في الجهات بجوج باش نخفف ستريس، ولكن شفت شي حاجه كاينه ورا الخاميه اللي مسدوده. كان شي حد كيشوف فيا. قدرت نشوف الظل ديال راجل صلع. جريت جيت الشرجم حليت الخاميه ولكن ما لقيت والو. تنفست ومشيت جيت الفوتوي وانا كنقول راك بعقلك زعما باين راك تتخايل. ولكن فاش عاودت شفت في التقرير ديالي تصدمت. التقرير ديالي تبدل. ما كانش عندي الوقت نقراه كامل، ولكن الوصف ديالي للحدث ما بقاش وتبدل بملاحظه على شي كويكب اخر وصافي. كان كيبان بحال انا اللي كتبته، ولكن كاين فرق واحد صغير بطريقه الكتابه. كتبان باللي اللي كتب كيخدم اليمنى ولكن انا راه كنكتب باليسرى. يلا كنحاول نستوعب شنو طرا حتى بانت لي واحد الورقه اخرى محطوطه في الطابله. كانت رسمه ولكن كتخلع. كانت من منظور شرجم، يعني بحال اللي رسم كان حدا الشرجم ورسم الصالون، وكان شكل كيشبه ليا جالس على الفوتوي وكيشوف في الورقه. حسيت بدمي يتجمد وكنحس بقلبي كيضرب في ودني بجد. عمرني حسيت بهاد الخلع وكل كنت راعد. جبت التليفون من جيبي وعيطت. 911 what's your emergency؟ شي حد كاين في داري. قلت هادشي بشويه بحال خايف شي حد يسمعني. قالت لي المراه تهدنا سيدي شنو هو العنوان ديالك؟ فاش جاوبتها قالت لي راه جايين. حاول تخرج من تما. من ما وصلنا هادشي على قبل السلامه ديالك. عندها الحق خاصني نخرج. وقفت وبغيت نمشي جيت الباب وحسيت بيه. عارف هادشي اللي غنوصف دابا غيبان مستحيل ولكن عافاكم تيقوني. حسيت بايد بارده شدات لي رجلي من التحت، وفاش شفت في الارض باش نشوف شنو معدتي تقلبات. كان واحد الكائن بيض كامل بحال الثلج، ما عندوش ملامح، ما عندوش عينين ولا فم ولا حتى نيف. كانت ايدي كتشد في رجلي بالجهد. حسيت بها غتهرس وكيخلي من وراه واحد السائل كيتلصق في شكل وفيه ريحه الامونيا. هادشي كيعني باللي زحف هاد الطريق كامله حتى وصل ليا. بديت كنغوص وكنركل فيه كنحاول نبعدو عليا، ولكن هو ما دار حتى شي ردة فعل. والقبضه ديالو كانت قويه بزاف لدرجه تخاف نهرب وتبقى رجلي اليمنى في ايدي. شفت في الباب بانوا لي كاينين وحدين اخرين في الكولوار. واحد فيهم كان جاي يهتي بشويه. كان الجسم ديالو بحال الهيكل وضعيف بواحد الشكل غريب وراسو كيتحرك بواحد الشكل كايف. صافي حاصروني. خرج واحد اخر من تحت الفوتوي وواحد من ورا طابله الكوزينه. اش هادشي واقع؟ اخر حاجه كنت فكرها هي واحد فيهم وصل لعندي وبقى كيتبع بصبعه البارد على وجهي، وبدا النص التحتاني ديال وجهه كيتحول لثقب اسود كيتوسع. وواحد الصوت كيتسمع منه بحال شي ميكروفون قريب من مكبر الصوت. خلاني نحس بحال الطبل ديال ودني غيتفرقع ولاو الدموع كيسيلوا من عيني بوحدهم. كان هذاك الثقب كبير لدرجه يقدر ياكلني كامل. وهنا سمعت الباب تحل وانا سخفان. سمعت الصوت ديال البوليس والضواو ديال البيلات في كاع البلايص، ولكن هذوك الكائنات اختفاو بواحد السرعه ما يمكنش. فقت في السبيطار ورا يومين. عارف باللي ما غتيقونيش، ولكن لا تيقني غير واحد فيكم. عافاكم عاونوني وغنقول لكم الجديد فاش نتحسن. خوت هذا الجزء الاول ديال القصه ديالنا. نقولوا لي اش بان لكم؟ انا كنت بلاصتو كون مت اصلا قبل ما يوصلوا البوليس. كون مت غير بالخلعه بوحدي. ما يحتاجوش اصلا يجيو عندي. بلا ما يقيسوني بلا ما يجيو عندي غنموت انا اصلا. المهم ما نطولش عليكم. تلاقاو في الجزء الثاني. تشاو. ديروا ابينو.